تمكن مستخدمو الكتيبه الاقليميه للدرك الوطني بوفريك المجموعه الاقليميه للدرك الوطني بوليده في ظرف وجيز من فك خيوط جريمه قتل راها ضحيتها طفل قاصر يبلغ من العمر 5 سنوات مع التنكيل بجثته والتبليغ عن جريمه وهميه وهي اختطاف طفل. تعود وقائع القضيه الى تاريخ 23 اوت 2026 حيث تلقى مستخدمو الفرقه الاقليميه للدرك الوطني بالشبلي بلاغا عن اختفاء طفل قاصر في ظروف غامضه باقليم بلديه الشبلي. على الفور تم فتح تحقيق مع تنشيط عنصر الاستعلام وتسخير كافه الموارد البشريه والوسائل الماديه للبحث عن الطفل القاصر. بعدها تم تلقي بلاغ عن وجود جثه متفحمه بالمكان المسمى العيون. فورا تم تشكيل دوريه والتنقل الى عين المكان ومباشره التحريات بالتدعيم بخليه الشرطه التقنيه. وبعد استغلال كافه الوسائل التقنيه تم تحديد هويه الجثه المتفحمه التي اثبت انها تعود للطفل القاصر محل البحث. بعد تكثيف التحريات واستغلال كافه المعطيات في القضيه تم تحديد هويه المشتبه فيهم وبالتنسيق مع السيد وكيل الجمهوريه لدى محكمه بوفريك واستيفاء كافه الاجراءات القانونيه تم القاء القبض على 4 اشخاص متورطين في القضيه تتراوح اعمارهم بين 60 و 27 سنه، فيما لا يزال المشتبه بالخامس في حاله فرار مع حجز مركبتين ودراجه ناريه تم استعمالها في الجريمه. سيتم تقديم المشتبه بهم امام السيد وكيل الجمهوريه لدى محكمه بوفريك.